قبل ما نبدأ ما تنساش يا حبيب أخوك تصلي على الحبيب وتشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو لأنه بيساعد الفيديو إنه ينتشر ويوصل لغيرك، وأنا متأكد إنك مش هتبخل علينا باللايك. فيلمنا بيبدأ لما بنعرف إن الطفلة روث فقدت كل أصدقائها وحتى حبيبها بسبب الشيء اللي بيظهر بين الحقول اللي كان دايما بينده عليهم وبيستولى على أرواحهم، وعشان كده قررت روث إنها تحافظ على آخر أمل ليها وهو طفلها اللي لسه ما خرجش للدنيا، وعشان كده قررت إنها تحرق الحقل اللي كان سبب في دمارها. وساعتها كنا بنسمع أصوات صريخ كل الأطفال اللي الحقل استولى على أرواحهم، وبعد شوية بتهرب بطفلها لأبعد مكان، ولكن بنشوفها في حالة ولادة وبعدها بيغمى عليها، وفجأة المشهد بيتغير وبنشوفها بتصحى من النوم وبيكون قدامها طفل صغير، وبنعرف إن ده يبقى آرون ابنها. وبتستمر روث في الهروب من أي حقل يقابلها، ولكن فجأة بتوقفها الشرطة وبتتحفظ على العربية بتاعتها بسبب سرعتها الزيادة، وبتضطر روث إنها تشتغل علشان تجمع المبلغ اللازم عشان تسترد العربية. وفي يوم من الأيام بتوصل هي وآرون لمطعم على الطريق، ولكن بتشوف أطفال كتير وهي في طريقها للمطعم وبيكون شكلهم غريب وبيراقبوها من بعيد، لكنها مش بتهتم وبتدخل للمطعم، وجوه المطعم بتشوف نفس البنت تاني بتراقبها من الشباك اللي بره المطعم. وبعد شوية بنشوف مجموعة أطفال بتدخل المطعم وبتكون تصرفاتهم غريبة، وبتشوف روث إن في جرادة وقفت على الكوباية اللي قدامها، وبعدها بتلاحظ إن الدنيا بتتزلزل من حواليه، وبتشوف إن الأطفال اللي لسه داخلين المطعم بيهجموا على كل الناس اللي موجودة وبيقتلوهم. ولما واحد فيهم لسه هيهجم عليها فجأة بتمسك إيده، ولكنها بتكتشف إن كل شيء طبيعي وإنها أخافت الطفل اللي مسكته من إيده، وبينفعل عليها واحد من اللي موجودين في المكان وبيتهمها بالجنون بسبب اللي عملته، ولكن بتدافع عنها صاحبة المطعم واللي اسمها سارة وبتعرض عليها الأكل مجانا، ولكنها بتعتذر عن اللي حصل وبتسيب المطعم وبتمشي. وبره المطعم بيسألها آرون إذا كانت شافت الجراد مرة تانية ولا لأ، وده اللي هيأ لها إنها تشوف حاجات ما بتحصلش في الواقع، ولكنها بتقوله بس المرة دي كانت مختلفة عن أي مرة تانية. وبعدها بتطلب منه إنه يرجع للمطعم يكمل أكله وهي هترجع للشغل. وبعد شوية بنشوف الشخص اللي عنف روث في المطعم بيرجع للعربية بتاعته، ولكنه بيحس إن في حد بيراقبه من بعيد وبيلتفت لورا لكنه مش بيلاقي حد موجود، وبيدخل عربيته وبيسمع صوت بينده عليه، فبيرجع تاني لبره العربية، والمرة دي الصوت بيكون جاي من جوه الحظيرة اللي قصاده. فبيدخل لجوه المكان وبنشوف البنت اللي كانت بتراقب روث في المطعم موجودة في المكان ومعاها آلة حادة وواقفة بتتربص بيه، وبعدها بتهجم عليه وبنشوفه غرقان في دمه وبيقوم عشان ينتقم منها، وأول ما بيتحرك وراها بيقع في الفخ اللي كانت عاملهوله وبيلف السلكة حوالين رقبته وبيموت قدام أعين البنت الصغيرة. وتاني يوم بنشوف آرون وروث انتقلوا للعيش في أوضة في فندق السيد رينر، وبالليل بنشوف روث بتطمن على آرون قبل ما ينام وبتنزل هي للدور التحتاني، ولكنها بتقف شوية بين السلالم وفجأة بتشوف الجرادة تاني على الكشاف اللي معاها، وبعدها بتشوف سيدة في الهول بتاع الفندق وفجأة شيء بيضربها في وشها والمكان كله بيبقى دم، ولكن روث بتكون عارفة إن اللي بيحصل ده مش حقيقي، فبتكتفي إنها تتابع اللي بيحصل من بعيد. وبعدها بنشوف إن الوقت بيرجع بينا لورا والدنيا بتكون طبيعية، وبترجع روث تاني لفوق وبتشوف سيدة تانية واقعة في الحمام وعلى ما يبدو إنها تعرضت لجرعة سامة. وبعدها بيرجع الزمن تاني لورا عشان نشوف الست لسه واقفة وطبيعية وبتفتح أوضة السيد لاري، وبتشوف طفل من الأطفال بيقتلوا فيه وبيضربوا حتى الموت، وبعدها بتشوف نفسها قدامه وهي بتصرخ. وتاني يوم وأثناء ما بتقدم روث لآرون في المدرسة وبتاخد رفض من المدرسة، ولما بتخرج بره المدرسة بتشوف نفس البنت اللي قتلت الراجل بتاع المطعم موجودة قدامها، وبتتصدم روث من وجودها في كل مكان بتروحه، والمرة دي كمان بتشوف معاها باقي الأطفال. ولما بتدخل المطعم بتلاحظ إن كل اللي في المطعم بيتربصوا بيها. وبالليل بنشوف إن نفس البنت واقفة ورا روث وكل شوية بتقرب منها وبتحس بيها، وروث بتلتفت مرة واحدة مش بتلاقي حد موجود. وتاني يوم بنشوف مارك صاحب العمل بتاع روث بيصفي حسابها وبيطردها، وبعد شوية بيقفل باب المكان وبيسمع صوت حد معاه في المكان، فبيتحرك شوية في المكان وبتظهر البنت أم فستان أصفر وبيفضل يسألها سبب وجودها هنا، فبتتحرك ناحية المفتاح وبتمسكه ومش بترد عليه، ولما بيسألها تاني بتضربه بالمفتاح في رجله،
وبيقع على الأرض، وبعدها بتخبطه تاني في وشه فبيقع على ظهره، وبعدها بيتحرك ناحية العربية عشان يهرب منها، وبينجح إنه يدخل العربية، ولما بتقترب منه بيقفل الباب فبتاخد المفتاح تاني وبتكسر عليه إزاز العربية، وبينتقل للكرسي الأمامي من العربية وبتظهر تاني وبتكسر عليه الإزاز تاني، وبعدها بيفتح الباب الناحية التانية وبينزل منها، وبيفضل يتسند واحدة واحدة وبيحاول يوصل للدرج اللي فيه المسدس الشخصي بتاعه، ولكنها بتمسك ماسورة وبتضربه بيه فبتخترق جسمه، ومش بتكتفي بكده وبتفضل تضرب فيه بالمفتاح لحد ما بتشوه وشه. وبعد شوية بنشوف روث في البيت وبتسمع صوت جاي من بره، فبتخرج لبره وبتسمع صوت بيقول اقتليهم وانشري دماءهم، وبتفضل تمشي ورا مصدر الصوت لحد ما بتشوف الأطفال كلها بتاكل من لحم غزالة ميتة وهم في حالة سخرية، فبتطاردهم روث وبيهربوا من المكان، وبتفضل تطارد البنت أم فستان أصفر لحد ما بتدخل جوه بيت وبتختفي، وبيوصل آرون وبتقول له إنها شافته مع الأطفال من شوية، ولكنه بيقول لها إنها تهيأت زي كل مرة بتحصل لها. وبالليل بنشوف إن آرون مريض وما بيكونش قدام روث غير إنها تتصرف، فبتكسر إزاز الصيدلية اللي في المكان وبتاخد الدواء اللي محتاجاه وبتمشي. وتاني يوم الصبح بتوصل هي وآرون للمطعم، وبتطلب من سارة إنها تساعدها وبتسألها إذا كانت سمعت عن جريمة جاكلين وناتالي، فبتقول لها إن كل الناس تعرفها. وبتكمل كلامها روث وبتقول لها إن الأطفال وقتها كانوا بيزعموا إن الرب طلب منهم يعملوا كده، وبتقول لسارة إنها كانت واحدة منهم بس من وقت ما خلفت آرون وهي اتغيرت. وبتقاطعها سارة وبتقول لها بس الأطفال دول كلهم اتحرقوا، ولكن بتقول لها روث مش كلهم، وبتقول لها كمان لأنهم عايزين ياخدوا مني آرون، وعشان كده دايما كنت بتنقل من مكان لمكان وهم دايما كانوا بينجحوا إنهم يوصلوا لي. وبتطلب منها روث إنها تاخد ابنها وتهرب من هنا وتحافظ عليه لأن الأشياء دي ناوية على الشر وهيحرقوا المدينة. وبعد شوية بتوصل روث لمكان عملها وبتوصل معاها عميلة تانية، وساعتها بتلاحظ روث إن في دم كتير في المكان، ولما بتنده على مارك مش بيرد عليها، وبتتحرك لجوه المكان وبتشوف منظر مارك وبتتصدم، وبتهرب البنت التانية من المكان. وبتعرف روث إن الأطفال عملوا كده عشان روث هي اللي تتهم في مقتله. وبعدها بتودع سارة وآرون وبتفضل هي في المكان، وبعد شوية بتوصل للمكان اللي شافت فيه البنت أم فستان أصفر، وبتدخل جوه البيت وبتلاقي إن في جثة واحدة جوه البيت، ولما بتقرب منها وبتعدلها بتلاقيها صاحبة المدرسة اللي رفضت ابنها. وفجأة بيرجع الوقت لورا وبنشوف السيدة دي بتترجاها ما تقتلهاش، وبعد شوية بتشوف في الأوضة التانية بتلاقي جثة راجل ميت على السرير، وبتحاول إنها تقنع نفسها إن كل ده مش حقيقي، ولكن بيتهيأ لها إن الراجل فاق وبيطلب منها إنها تسيبه. وبعد شوية بتشوف سرب من الجراد في المكان، وبتسمع صوت جاي من أوضة تانية، ولما بتتحرك على هناك بتلاقي البنت واقفة عند السرير، وبتلاقي جنبها المفتاح اللي قتلت بيه كل الناس دي، وبتسمع صوت تاني في المكان، فبتمسك روث المفتاح، وفجأة بتشوف سارة ظهرت في المكان، وفجأة البنت بتختفي من المكان كله، وبنشوف إن روث وشها كله دم، وبنعرف إن روث أصلاً هي اللي كانت بتقتل كل الناس اللي شفناهم من أول الفيلم. وفجأة بنسمع سارة بتقول لها أنت جزء مننا زي ما احنا جزء منك، ولكن روث بتتصدم لما بتعرف حقيقة اللي عملته، وبتفضل تدافع عن نفسها قصاد آرون، وبتتهم سارة إنها هي اللي شيطان وهي اللي عملت كل ده، وبتاخد آرون في حضنها وبتطلب منه إنهم يمشوا من هنا ويسيبوا المكان. ولكن فجأة آرون بيضرب روث بالسكين وأكتر من طعنة في بطنها، وبنشوف روث بتسيب المكان كله وبتخرج لحد حقول الذرة وبتموت هناك. وبكده بينتهي فيلمنا على كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. سلام.